السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم مرة تانية في قناة ماما لايف ستايل. صباح الفل وصباح التفاؤل. هنتكلم النهاردة عن إزاي أكون أنا أولوية في حياتي ب 12 طريقة مختلفة. كتير بيتكلم عن إننا لازم نخلي نفسنا أولوية في حياتنا، بس إزاي إحنا نبقى أول اهتماماتنا، وإزاي نختار نفسنا الأول قبل كل شيء، لأن مفيش حد هيختارنا. لو انت ما اخترتيش نفسك أولوية، مفيش حد هيختارك أولوية في حياته. فانت دايما اللي تبقي أول حد تهتمي بيه، يعني انت نفسك انت لازم تكوني من أهم الأولويات عندك في حياتك. هنتكلم النهاردة في الفيديو عن نقطتين. أول نقطة، ليه نخلي نفسنا أولوية، يعني إيه أهمية ده؟ والنقطة التانية، إزاي أكون أنا أولوية في حياتي ب 12 طريقة مختلفة. تعالوا بقى مع بعض نبدأ بأول فكرة. ليه أخلي نفسي أولوية واختار نفسي؟ أول حاجة، لأن شغلي وبيتي وواجباتي والأدوار بتاعتي اللي المفروض أنا بعملها في حياتي، زي مثلا دورك كإنسانة بتعبدي ربنا، دورك كأم، دورك كزوجة، كمثلا امرأة عاملة بتشتغل. كل الأدوار دي عايزين منك إنك تكوني أحسن نسخة من نفسك. يعني ما ينفعش تبقي بتشتغلي وانت أصلا عندك مشاكل نفسية وعندك مشاكل عصبية، فمش هتقدري تشتغلي بشكل جيد. برضو مش هتقدري تدي حاجة لولادك او لبيتك وانت اصلا عندك نقص في حاجات شديدة قوي وكبيرة قوي انت مش عارفة تعمليها لنفسك. فكل ادوارك في الحياة محتاجاكي نفسيتك كويسة، محتاجة منك انك تكوني مش تعبانة ومش مرهقة دايما، علشان تفضلي تبقي معطاءة او تدي للحد اهتمام وبيئة نفسية كويسة لأولادك. انت محتاجة تعملي ده لنفسك الأول، يعني محتاجة تهتمي بنفسك ومحتاجة تعملي بيئة نفسية إيجابية لنفسك علشان تعرفي تعملي ده في حياتك. انت بالفعل محتاجة تدي لنفسك حقوق، او تحققي لنفسك الحقوق بتاعتك وتديها لنفسك قبل ما بتعملي الواجبات بتاعتك ناحية الأدوار المختلفة بتاعتك. النقطة اللي بعد كده، كمان نفسيا مش هتقدري تربي أولادك أو ترضي زوجك لو انتي مرضيتيش نفسك الأول. لو انتي ما طبطبتيش على نفسك، مش هتبقي أصلا أم حنينة، ولا بتطبطبي ولا بتدي أي يعني حاجة إيجابية لأولادك إلا إذا انتي اديتيها لنفسك الأول. كمان علشان تكوني من الناحية بقى الصحية تقدري تعملي شغلك وشغل بيتك وتربي أولادك، كل ده محتاج منك صحة كويسة، محتاج منك إنك تحطي نفسك أولوية وتهتمي بصحتك الأول علشان تعرفي تدي كل ده. كمان لو انتي ما عندكيش وقت تشكري نفسك وتشكري ربنا على كل النعم اللي موجودة في حياتك وتدعمي نفسك نفسيا، هتحسي دايما بالذنب وهتحسي دايما انك مقصرة في حق الاولاد وفي حق نفسك. الاحساس ده مش هيخليكي تعرفي تشتغلي، حتى لو انتي عملتي حاجات لبيتك وكده هتحسي دايما انك نفسيا او المود بتاعك مش مظبوط، وتحسي ان انتي ناقصك حاجة. وبالتالي لو انت مودك وحش ودايما متعصبة طول الوقت، هتربي اولادك بعصبية، والجو العام في البيت هيبقى جو كده عصبي ومتوتر وفي قلق طول الوقت. انت صاحبة المود بتاع البيت. يعني انت لو المود بتاعك كويس وحاسة انك فرحانة وسعيدة وبتعملي لنفسك الحاجة اللي انت بتحبيها، البيت كله هيبقى موده حلو كده، وتحسي الاولاد فرحانين وفي مود ايجابي حلو كده في البيت. فيعني انا عارفه ان ده ضغط عليكي بجد. الام بالذات يعني هي اللي مسؤوله عن المود كله بتاع البيت. انا عارفه ان الزوج طبعا ممكن يكون هو بيعصب الموضوع او كده، بس انت بما انك بتتواجدي اكتر منه في البيت، فانت المسؤوله الى حد كبير عن المود بتاع الاسره كله. فانت دايما حاولي تظبطي مودك وتظبطي نفسك الاول علشان تعرفي تظبطي مود البيت كله. تعالوا مع بعض بقى نبدأ الفكرة التانية في الفيديو، هي ازاي اكون انا اولوية حياتي ب 12 طريقة مختلفة. اول حاجة، جيبي ورقة وقلم او جيبي الدفتر بتاعك، عشان اللي احنا هنكتبه دلوقتي هيفضل معاكي مستمر. يعني اكتبي في اول صفحة في الدفتر بتاعك عشان دايما تبقي شايفاها. اكتبي الاولويات بتاعتك بالترتيب بتاعها، ومهما كانت بقى الاولويات لازم تحطي في الاول خالص
انا او علاقتي بنفسي او كلمة او اسمك حتى، بس بخط عريض، بحيث انك كل ما تنسي اهتمامك بنفسك تفتحي الدفتر بتاعك وتشوفي ان المفروض انتي نفسك من اولوياتك، او اول حاجة المفروض تهتمي بيها في حياتك. رقم 2، تاني حاجة بقى المفروض تكتبيها، هتكتبي كل جوانب حياتك. تكتبي الجانب الصحي، الجانب المالي، الجانب النفسي، جانب مثلا المود أو المزاج، الجانب الاجتماعي، جانب الشغل. أيا كانت بقى كل الجوانب بتاعتك، ممكن تختلف من واحدة للتانية. اكتبي كل المجالات أو الجوانب دي. وبعد كده اكتبي احتياجاتك، أو انت محتاجة تعملي ايه في كل جانب من الجوانب ده، بحيث انه يرضيكي او يحسسك كده بالطمأنينة وبالأمان من الجانب ده. يعني انت محتاجة او بتحبي تستمتعي بايه في كل جانب من الجوانب دي. زي مثلا الجانب الصحي، قولي مثلا انت محتاجة تكوني صحتك افضل، مثلا محتاجة انك تخسي شوية، ايا كان بقى، محتاجة مثلا انك تهتمي بصحتك، انك تمارسي رياضة مثلا. لو كمان مثلا الجانب النفسي، تقولي مثلا انك محتاجة تعبري عن مشاعرك عشان ترتاحي افضل. لو جانب مثلا المود او المزاج، محتاجة مثلا انك تخرجي من فترة للتانية، تستمتعي كده بالخروجة لوحدك. محتاجة مثلا تخرجي كل شهر كده مع صاحبتك، تتمشي، تغيري مود، تستمتعي كده بالخروجة مع نفسك. انت محتاجة ايه في كل جانب بتكتبيه. او حتى لو ابسط حاجة، انك مثلا محتاجة تقعدي قاعدة كده مع نفسك لوحدك. يعني ابسط حقوقك ان انت تقعدي ربع ساعة او نص ساعة لوحدك من غير حد، وانت مستمتعة بالوقت بتاعك. فاكتبي كل حاجة انت نفسك فيها. رقم 3، بعد ما كتبتي بقى الحاجات دي كلها، اختاري كل يوم حاجة بسيطة من الحاجات دي تعمليها لنفسك. في حاجات ممكن تعمليها كل شهر، في حاجات تختاري تعمليها كل اسبوع، في حاجات تختاري تعمليها كل يوم. انت براحتك خالص. اعملي قائمة بكل الحاجات اللي انت بتحبيها، وقعدي بقى كل يوم كده فكري انت هتستمتعي بايه النهاردة. رقم 4، الحدود. انت علشان تعرفي بجد تستمتعي بحياتك وتحسي بالسعادة وتحسي بالرضا بحياتك، انك لازم تحطي حدود. ما يبقاش يعني كل حاجة كده ليكي مستباحة. ان مثلا انت قاعدة مع نفسك، تدخلي كده اولادك مثلا يدخلوا يطلبوا حاجة ويقوموكي، ويخليكي مثلا تقومي تعملي حاجة غصب عنك، وانت مش عايزة كده. يبقى ما يبقاش يعني فاهمين. يبقى في حدود كده خاصة بيكي انت حطاها في البيت، وبتسمحي زي ما احنا بنقول، زي ما انت بتسمحي للاولاد يبقى ليهم مساحتهم الخاصه ووقتهم الخاص بيهم، انت برضو حطي حدود في البيت عندك. يبقى ليكي وقتك الخاص بيكي، مساحتك الخاصه، محدش يتعداه. فالحدود دي مهمه قوي، سواء جوه البيت ما بينك وبين العيله بتاعتك، وما بينك وبين زوجك، وكمان بره البيت. الحدود دي مهمه جدا ما بينك وبين جارتك او زميلتك في الشغل، لانك برضو بتحددي العلاقة من خلالها. وكمان ده يعني نوع من العناية بالذات، انك اما بتحطي الحدود دي فبتسمحي لنفسك يبقى ليكي مساحة خاصة، يبقى ليكي حاجات معينة بتلتزمي بيها، ومش بتبقي كده ماشية تابع ورا اي حد يطلب منك حاجة بتعمليها وهي مثلا مش من ضمن الاولويات بتاعتك. يعني مثلا لو في واحدة زميلتك في الشغل مثلا بتطلب منك اللي تخرجي مع بعض، مثلا تشتروا حاجة مع بعض او كده، انت مش فاضية، انت عندك ليكي اولويات، وحاسة ان ده هيجي على اولوياتك او هيأثر على اولوياتك في الحياة. فطبعا ممكن تعتذري بأدب وتقولي لها مثلا مش النهاردة، يوم تاني او كده. الخلاصة من الحدود ان الحدود نوع من العناية بالنفس، لانك بتخلي بيبقى فيه وقت بقى لنفسك، تقعدي مع نفسك. الحدود برضو بتخلي وقتك مش ضايع على طول على المشاوير وعلى حاجات كتير قوي. فالحدود مهمة جدا كنوع من انواع الاهتمام بالنفس. وكمان خدي بالك ان الحدود هي عملية متبادلة. يعني انت لو انت بتسمحي بالمساحة الخاصة لأولادك وزوجك، هم كمان هيسيبوا ليكي مساحة خاصة ليكي، ومش هيتعدوها، لانهم عارفين انت برضو مش بتتعدي الحدود دي، وبتسمحي ليهم بمساحتهم الخاصة.
النقطة بقى رقم 5، من الحاجات المهمة جدًا اللي من خلالها تقدري تحطّي الحدود مع نَفْسِك أو مع أولادِك مثلًا، أو حدود مع الناس، إنِّك تبقي محددة القِيَم بتاعتِك في الحياة. القِيَم زي إيه؟ زي مثلًا قيمة الوقت، قيمة الدين، قيمة مثلًا العيلة، قيمة الخصوصية. كل القِيَم دي لو أنتِ محدداها وعارفة القِيَم بتاعتِك في الحياة، وتقدري تتعاملي مع الناس من في حدود القِيَم دي. يعني مثلًا أنتِ عندِك قيمة الدين وقيمة الصدق والأمانة أعلى قيمة عندِك، فأي حاجة يعني هتخرّجِك من القِيَم دي أو تتنازلي عنها، فطبعًا مش هتعمليها. أنتِ محددة إن قيمة اللي بييجي بعد كده في الاهتمام مثلًا قيمة العيلة، فأنتِ العيلة عندِك أولوية، فطبعًا مش هتقدري تعملي حاجة تضر بالعيلة بتاعتِك وهكذا. أو مثلًا قيمة العلم والتعليم، لو أنتِ مهتمة أوي بتعليم الأولاد وإنهم يبقوا يعني في أعلى مستوى من مستويات العلم والتعليم، فأي حاجة برضه هتأثّر على تعليمهم أنتِ هتشيليها من حياتِك. فأنتِ القِيَم دي برضه بتحدد أنتِ هتشتغلي على إيه في الحدود ما بينِك وبين الناس. وإنِّك هتفضلي طول الوقت تحمي القِيَم دي، إنِّك عمرِك ما تتنازلي عنها أبدًا، لإن هي دي اللي بتكوّن حياتِك وبتكوّن شخصيتِك أنتِ والعيلة بتاعتِك. النقطة رقم 6، خصصي كل يوم وقت مع نفسِك بس، زي ما أنا قُلت من شوية في نقطة الحدود، لازم يبقى عندِك وقت خاص بنفسِك. من خلال بقى الوقت ده أنتِ اللي هتعرفي بقى تحددي زي ما إحنا قُلنا النقط اللي قبل كده، تحددي أولوياتِك وتكتبيها، تحددي قيمِك وتكتبيها، هتعرفي حاجات كتيرة عن نفسِك أنتِ ما كنتيش عارفاها قبل كده، هتفهمي القدرات بتاعتِك، هتعرفي إيه اللي بيعصّبِك، هتعرفي كمان تعبّري عن المشاعر بتاعتِك. كل ده هتقدري تعمليه في الوقت اللي أنتِ بتحدديه كل يوم مع نفسِك. كمان صدقيني عن تجربة، ممكن القعدة الحلوة دي مع نفسِك تلاقي لنفسِك حلول لمشاكل كتير أنتِ بقى لِك فترة بتعاني منها ومش لاقية ليها حلول. أنتِ بس على فكرة يعني ساعات بيبقى بنمُر بمشاكل كده صعبة جدًا، بس حلّها إنِّك بس تقعدي مع نفسِك شوية. مجرد ما تقعدي كده وتتأملي وتمسكي الورقة والقلم، هتلاقي نفسِك بتفكّري نفسِك بحلول أنتِ كنتِ ناسياها. ولو أنتِ عبّرتِ عن مشاعرِك ولو أنتِ اتكلمتِ عن المشاكل دي بالورقة والقلم، صدقيني هتلاقي حلول كتيرة. رقم 7، زي ما إحنا مطلوب مننا إننا نقضّي وقت مع نفسنا، برضه مطلوب منِّك إنِّك تقضّي وقت حلو كده اجتماعي أنتِ والأولاد والعيلة بتاعتِك. القعدة الحلوة دي على فكرة بتقوي العلاقات جدًا ما بينِك وبين أسرتِك. وعلى فكرة القعدة دي برضه يعني قعدة العيلة ولمة العيلة ده نوع من الاهتمام بالنفس، ونوع من إنِّك بتحطّي نفسِك أولوية، لإن القعدة دي بجد هتفهّمِك كتير أوي عن أولادِك، هتعرفي تتعاملي معاهم وهُم كمان هيفهموكِ صح وهيعرفوا يتعاملوا معاكِ. رقم 8، اتعلمي دايما ان وقتك لنفسك زي مثلا الخروجه الحلوه او ممارسه هوايه او انك تقعدي كده مع نفسك، ده من حقك. ما تعمليش الموضوع ده وانت حاسه بالذنب، لان الاحساس بالذنب ده احساس قاتل، يعني ممكن يخليكي ما تعمليش حاجات كتير قوي، ممكن يمنعك انك تخرجي، يمنعك انك تقعدي مع نفسك، لانك حاسه بالذنب اللي انت قاعده وسايبه الاولاد مثلا، او هتخرجي وسايبه الاولاد. الاحساس ده احساس قاتل. بس إحنا يعني نحاول نقلل الإحساس ده بإنِّك دايمًا تقولي من حقي اللي أنا أقعد مع نفسي شوية، من حقي إن أنا أستمتع بوقتي، من حقي اللي أنا أخرج خروجة لوحدي أو مع واحدة صاحبتي. كل ده من حقِك تعمليه، بس من غير ما يأثّر على عيلتِك وعلى أولادِك. رقم 9، اتعلمي تطبطبي على نفسِك وتسامحي نفسِك دايمًا على حاجات أنتِ شايفة إنِّك ما نجحتيش فيها مثلًا أو قصّرتِ فيها في فترة من الفترات. حاولي مرّة تانية، ودايمًا خلّيكِ كده خير داعم لنفسِك دايمًا. رقم 10، ودي برضه أنا باعملها وباحس كده اللي أنا يعني باخلّي نفسي متحمسة دايمًا للحاجة اللي أنا باعملها، إني باعمل دايمًا تحديات بسيطة مع نفسي. يعني مش لازم تقولي، يعني أنتِ مع نفسِك كده تقولي أنا هاتحدى نفسي النهارده اللي أنا أخلّص كذا أو أنجز كذا أو أعمل كذا. دي متعة على فكرة لو أنتِ جربتيها، مش يعني مش هتبطّليها أبدًا، إنِّك دايمًا تحفّزي نفسِك وتحمّسي نفسِك وتشجّعي نفسِك على أي حاجة بعمل
عمل تحديات بسيطة كده وتنجحي فيها وتقومي كده تكافئي نفسك بحاجة انت بتحبيها. التحديات دي على فكرة نوع من الاهتمام بالنفس. رقم 11، دلعي نفسك من فترة للتانية كده. انت محتاجة بجد تدلعي نفسك، تعملي مثلا حمام كريم كده لشعرك، تعملي، شوفي انت، بصي كل واحدة فينا تركيبة دماغها في حاجات معينة هي بتحبها وواحدة تانية مش بتحبها. يعني واحدة بتعتبر مثلا اللي حمام الكريم ده عقاب ليها، هي ما بتحبش كده، فاهميني؟ في واحدة تانية لا بتحب مثلا اللي هي تقرا كتاب، ده نوع من الدلع. في واحدة تانية بتحب اللي هي تتمشى كده وتخرج مع نفسها، ده نوع من الدلع. واحدة تانية بتحب إن تجيب لنفسها مثلا حاجة حلوة بتحبها تاكلها، ده نوع من الدلع. فكل واحدة تشوف هي بتحب تتدلع ازاي وتدلع نفسها من فترة للتانية. رقم 12، اهتمي بصحتك ودايما اتعودي تاكلي اكل صحي ومتوازن، ودايما تهتمي بوجبة الفطار، لان وجبة الفطار لو هي بتحتوي على بروتين عالي وكده بتديكي طاقة لباقي اليوم، لكن لو فيها سكريات وكده يعني هتتعبك طول اليوم وهتحسي ان طاقتك قليلة. ومش بس اختياراتك الصحية ده نوع من الاهتمام بالنفس، كمان انك تظبطي كده قعدة حلوة للفطار. لو انت بتفطري لوحدك مثلا حضري كده صينية حلوة كده، يعني ظبطي الفطار بتاعك بقى شكله حلو، فده نوع برضو من الاهتمام بالنفس. وده الفيديو بتاع النهاردة، ويا رب الافكار اللي فيه تعجبكم وتكون سهلة التطبيق وتنفعكم بإذن الله. وصباح الفل، صباح التفاؤل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.